بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا اصدقاء في قناه عالم الاطفال. النهارده زي ما وعدتكم هنكمل شخصيات كرتون الدعسوقه. احنا كنا عملنا زمان في بدايه القناه، عملنا القناع على القط الاسود والدعسوقه، وعملنا معاكم الشخصيه الجديده اللي ظهرت في الكرتون، شخصيه ملكه النحل كلوي. النهارده بقى هنعمل شخصيه رينا روش او إيليا اللي هي بتتحول ثعلب، دي بتبقى شكلها جميل جدا. هوريكم الصوره بتاعتها من على الموبايل. هي الشخصيه اللي بقول لكم عليها، هي بتبقى اموره قوي كده وجميله. احنا هنعمل شكل القناع بتاعها زي ما قلت لكم. احنا بنكبر الصوره من على الكمبيوتر ونبدا نشفها، او لو انتوا شاطرين في النقل ممكن تنقلوها. يعني انا مثلا بدات برضو اجيب الصوره قدامي وبدات ان انا اخطط شكل القناع بتاعها، يعني بحيث ان انا اوصل لاقرب شكل ليها. فانا برضو اهو بدات ان انا اخطط القناع بتاعها بيبقى كبير، عكس ملكه النحل برضو القناع بتاعها رفيع شويه. ده تحسوا ان هو ماخد برضو الوش كله. ادي القناع اللي احنا خططناه زي ما انتوا شايفين، هو بيبقى جزئين، بيبقى جزء برتقاني طبعا، وبنرسم شكل العين بتاعتنا هتبقى كده، وطبعا في جزء نازل كده، ونطلع برضو على العين بتاعتنا اللي احنا هنفرغها اهو. وابدأ برضو اخطط كده ان هو هيبقى لونين. هوريكم الصورة. ادي الصورة بتاعتنا زي ما قلت لكم ان هي لونين، لون اورنج برتقاني مع ابيض. وبيبدأ الجزء بتاعي ينزل في النص هنا، وطبعا ما ننساش الحاجب، فيه حاجب هنا كده اسود هنبقى نعمله في الاخر خالص. معانا ايه كمان في الشخصية؟ معانا زي قرون كده، او اللي هو الودان بتاعت الثعلب. برضو احنا بدأنا برضو نخططها من تحت زي ما انتم شايفين. انا مخططه اهو جزئين اهو بالشكل ده. طبعا انا عايزه ارسم حاجه، انا عايزه ارسم شكل الشعر، لان انا مش هينفع الزق الودن في القناع على طول، لازم هيبقى فيه شكل شعر زي ما عملنا في الدعسوقه والقط الاسود. القط الاسود برضو كنا عاملين شكل الشعر بتاعه عشان نلزق فيه الودان بتاعته، عشان هو ودان قطه طبعا. فاحنا هنا معانا ودان ثعلب. فانا بدات ارسم الجزء ازاي. بصوا انا هنا شفت الشعر بتاعها، فانا حاولت اجيب الجزء ده اللي في النص ده. طبعا زي ما انتم شايفين انا برضو خططته، مش عارفه باين عندكم ولا لا اهو بالشكل ده. هنبدا بقى نقص كل الاجزاء اللي احنا رسمناها دي اهي يا اصدقائي. زي ما انتم شايفين احنا بدانا نقص الاشكال اللي احنا رسمناها، بدانا نقص القناع والشعر والودان بتاعتنا. طبعا انا هوريكم حاجه انا كنت عاملاها اصلا. انا كنت رسمه بحدد الالوان بتاعتي، يعني مثلا ادي القناع مثلا انا كنت بلون باللونين الاحمر والبرتقاني عشان اجيب درجه الشعر بتاعها. وبدات برضو ان انا اقسم القناع اجيب اللونين عشان اوري برضو الشكل بتاعي انا هقصه ازاي. انتوا طبعا تستخدموا الالوان بتاعتكم في الورق علشان لما تيجوا تقصوه على الفوم تعرفوا بالظبط انتوا هتعملوا ايه. وبرضو الدرجات اللي انا هستخدمها في الميدان بتاعتنا بتاعت الشخصيه. انا هبدا بقى اجيب الشعر بتاعي. انا كنت عايزه اللون نبيتي لان هو شعرها نبيتي شويه على برتقاني، ما لقيتش الحقيقه. فانا هستخدم الفوم الاحمر وابدا استخدم الالوان في الماستر والون الشعر بتاعنا. انا هاخد الجزء بتاعي من فوق، هو الشعر بتاعنا لونه لغايه هنا بيبقى لونه زي البيتي كده. بعد كده الجزء اللي من تحت ده، استنى، الجزء اللي من تحت ده بيبقى لونه ابيض. انا طبعا هقص الشكل بتاعي اهو يا اصدقائي. الجزء بتاعنا اللي احنا قصيناه من شعر الشخصيه بتاعتنا، احنا هنحط الورقه بتاعتنا عليها بالمنظر ده ونحطها على الفوم الابيض. وابدا بالقلم السنون هبدا اخد الجزء اللي من تحت، لان هي الجزء بتاعها شعرها اللي من تحت ده بيبقى لونه ابيض. طبعا باستخدام الالوان الفلوماستر. هوريكم احنا هنعمل تداخل بالالوان ازاي. احنا هنقص الجزئين اللي احنا رسمناهم دول. ادي يا اصدقائي الجزئين اللي احنا قصيناهم. طبعا احنا لسه ما لزقناهمش، هنخليهم على جنب. نبدا نجيب القناع بتاعنا اللي احنا رسمناه. انا هبدا ارسمه على ورق الفوم الابيض
كده. طبعا انا هجيب اللون البرتقاني فوقيه، بس الاول نقص الجزء بتاعنا ده اهو. الجزء اللي احنا رسمناه ده احنا هنقصه اهو. الشكل بتاعنا اللي احنا قصيناه على اللون الفوم الابيض. انا هبدا اجيب الجزء بتاعي زي ما انتم شايفين. انا هبدا احدد بالقلم، يعني انا مش هدخل السن، انا مش عايزه السن، انا عايزه بس ايه، بعلم بس كده في الفوم، لان انا عايزه الجزء ده، الجزء ده كله هيبقى لونه برتقاني كده. الجزء بقى اللي انا علمته دوت هبدا اقصه في الورقه نفسها. يعني ادي جزء، يعني بصي زي ما انتم شايفين انا ملونه اللون بتاعي. انا هبدا اقص الجزء بتاعي ده، هو ده اللي انا عايزاه. مش مشكله العين، خشوا على العين كده كده انتوا هتفرغوها، هيبقى كده وكده. ادي الجزء بتاعي اللي انا عايزاه، اللي هيبقى لونه برتقاني. هجيب درجه البرتقاني اللي انا عايزاها على الفوم وابدا اقص الجزء بتاعي ده. طبعا احنا لزقنا الجزء بتاعنا اللون الاورنج من فوق، وبدانا قصينا الجزء بتاع العين اللي قلت لكم عليه. انا ببدا استخدم القلم الفلوماستر الالوان، بس بمجرد ان انا بحدد شكل العين بتاعتي اللي هي كده بتاعت الشخصيه. برضو هي عينيها برضو فيها زي شكل كده. بالراحه ابدا اعمل شكل ليها. ويا اصدقائي بدأنا نعمل شكل القناع زي ما انتوا شايفينه. هبدأ بقى اجيب الودان بتاعتي. انا قصيت شكل الورقة اللي احنا رسمناها اهو. اول حاجة هنستخدم اللون الموف الاورنج، اسفة. هنقص شكل الودان بتاعتنا. بعد كده هنجيب اللون الاسود ونقص برضو الشكل بتاعنا من جوه لغاية لما نوصل للون الابيض بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما بدأت لزقت الجزء الابيض اللي قلت لكم عليه، هبدأ استخدم الوان في الماستر بتاعتي، ادمج الالوان مع بعض. يعني انا بستخدم اهو اللون الاورنج كده. بعد كده هجيب اللون الاحمر بتاعي برضو فوقيه، بحيث ان احنا نوصل لدرجة معينة من الشعر بتاع الشخصية إيليا. الالوان بتبدا تسيح مع بعض، ولما تبدا تنشف تبدا تورينا الشكل بتاعها. طبعا هبدا باللون احمر اعمل زي الشعر بتاع إيليا. اهو ايه رايكم؟ بدات الشكل بتاعنا يبان. هبدا بقى الزق الاجزاء بتاعتي كلها. ادي القناع بتاعنا اللي احنا هنلزقه من تحت، قناع الشخصيه. وهبدا اجيب الودان بتاعتي، هوريكم احنا قصينا ايه. ادي اللون اللي قلت لكم عليه البرتقاني، هنقص جواه، هنلزق جواه الجزء الاسود، بعدين نلزق الجزء الابيض. هيبقى بالشكل ده اللي احنا هنلزقه هنا، هنلزقه من تحت الشعر بتاعنا. وادي اصدقائي القناع بتاعنا بعد ما لزقنا الاجزاء اللي انا قلت لكم عليها. ادي شخصيه إيليا او رينا روج اللي تتحول لثعلب. وما احنا كمان عملنا شخصيه ملكه النحل، دي طبعا اسهل بكتير، ده صعب شويه عليكم بس برضو هتحاولوا تعملوه هيبقى سهل قوي. زي ما عملنا قبل كده برضو قناع الدعسوقه وقناع القط الاسود، هتعملوا برضو القناعات الجديده بتاعتنا النهارده. يا رب الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.